في فرق يا جماعة بين حب الحياة وحب الدنيا. الدنيا ما نحبهاش، دنيا جاية من دناءة، جاية من دنو، لكن نحب الحياة اللي هو جزء منها الثلاث دقايق اللي هتقعدهم هنا، وجزء منها عند ربنا. وبنحب الحياة، ولذلك لأن بنحب الحياة بنعمل ان احنا تبقى حياتنا مرتاحة هناك. ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ما قالش حب الحياة، لأن الله أمرنا بحب الحياة وأمرنا بعمارة هذه الأرض وعبادته وتزكية النفس، وحرم علينا الانتحار، وحرم علينا أن يكلف أحدنا نفسه ما لا يطيق. يعني بيحبنا. فرق كبير بين حب الدنيا وحب الحياة. فنحن نحب الحياة، ومن أجل حبنا للحياة فإننا نعمل فيها الصالحات. فالنبي عليه السلام يقول إذا جاءت الساعة ابتدت الأرض تتزلزل وتخرج أثقالها، وقال الإنسان ما لها، وفي يد أحدكم فسيلة، زرعة نخلة صغيرة كده فزرعها. طب مين اللي هياكل منها؟ ده الساعة جاية اهي، محور مشقوق وجاي الشق عندي انا اهو، قبل ما يجي ازرعها عشان اخد ثواب. يبقى الثواب مش عشان الفائدة ولا الغرض ولا النتيجة، ده الثواب لأجل الله. ده انا بعمل كده تمسكا بأنني أعمر الدنيا من بدايتها إلى نهايتها، وماليش تدخل بقى بالنتائج. ده انا لما هغرس الغرسة دي فكأنما غرستها في الجنة. هتخرج؟ لا مش هتخرج. هتجيب يعني نخلة ولا تحصل، ده هي أول الشارع اهي وجايالي. إذا جاءتك الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها. إذن ده تصور راقي للحياة ولحب الحياة ولعدم المبالاة بالدنيا وشهوتها ورغبتها ونكدها وكدرها وأوضاعها ومعاصيها وظلمتها وحجبها أبدا، ولا نهتم. مخلصين له الدين، اعمل كده لله.